كهربا هيدفع تعويض للزمالك ولا لا؟ انا آية غازي، دي سيريز قانون 101. تعالوا نتكلم من الناحيه القانونيه. هو ايه اللي حصل اصلا؟ في 2015 محمود عبد المنعم الشهير بكهربا اتعاقد مع الزمالك لمده 4 مواسم، وتم تسجيل العقد ده في الاتحاد المصري لكره القدم. وبعدها بناء على الوقائع في الاوراق الرسميه ادعى نادي الزمالك ان تم التعاقد للمره الثانيه مع كهربا في 2017 بعقد بينتهي في 2021، وتسجل العقد ده بعدها ب 14 شهر. كهربا قال ان العقد ده غير صحيح، وان نادي الزمالك استخدم عقد فارغ غير محدد المدة أو الراتب وأرغمه على توقيعه في 2016. وبعدها راح كهربا تعاقد مع النادي أفيس البرتغالي، وبعدها راح تعاقد مع النادي الأهلي في 2020. وخلال السنوات دي بعت الزمالك لكهربا إنذار إخلاله بالعقد اللي ما بينهم وإلزامه بتعويض، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية ضده قدام الفيفا. وبالفعل رفع الزمالك دعوى قدام غرفة تسوية المنازعات التابعة للفيفا، وأصدرت حكم في 2020 بتلزم كهربا بتعويض مقداره 2 مليون دولار. وبعدها استأنف كهربا الحكم قدام محكمة التحكيم الرياضية، وألزمته بنفس مقدار التعويض بالإضافة ل 5% فايدة بتتراكم على أصل المبلغ من يونيو 2019. وبما إنه لسه ما دفعش، وصلت الفايدة دي لحد 300,000 دولار. في الفيديو ده هنعرف إزاي وليه المحكمة حكمت لصالح الزمالك، والحكم ده هيتنفذ إزاي، وإيه عواقب عدم تنفيذه. المحكمة تناولت عدة مسائل قانونية عشان توصل لحكمها. العقد التاني بين الزمالك وكهربا، هل هو أصلا صحيح ولا لا؟ إزاي تم انتهاك العقد ده أصلا؟ ومين هيدفع التعويض، الأهلي، أفيس، ولا كهربا؟ هل العقد التاني بين كهربا والزمالك عقد صحيح؟ المحكمة قالت ان عبء الاثبات البيردن اوف بروف بيقع على المدعي، والزمالك قدم بالفعل نسخة من العقد موقعة ومسجلة في الاتحاد، وبالتالي انتقل عبء الاثبات على كهربا، واللي قال زي ما قلنا من شويه ان العقد ابرم نتيجه للاراده المنفرده للزمالك، وانه وقع عليه نتيجه تهديد وابتزاز. كمان قال ان التسجيل ما تمش في الميعاد المحدد ليه، وبالتالي العقد باطل. المحكمه قالت في الاخر ان العقد ده صحيح بناء على الاسباب التاليه: 1. كهربا في مقابله ليه في 2017 صرح انه تعاقد للمره الثانيه مع الزمالك. لا، كنت ماضي 4 سنين الاول. عدى منهم دلوقتي سنتين، فاضلي سنتين، بس انا جددت قبل ما 4 تانيين. جددت 4 تانيين، يعني انت قاعد 6 في الزمالك، فاضلك 6 سنين حتى لو قعد 10 سنين. 2. في 3 نسخ من العقد موقعه ومختومه، واحده مع نادي الزمالك، الثانيه مع اتحاد الكوره، والثالثه قدمها نادي افيس ضمن المستندات للدي ار سي. وبالتالي تيقنت المحكمه ان النسخه دي تم التحصل عليها من اللاعب نفسه، وبالتالي هي كانت معاه بالفعل. 3. المحكمه قالت لو كان بالفعل كهربا تعرض للابتزاز والتهديد لتوقيع العقد، كان تظلم من وقت تسجيل العقد بالفعل. 4. الدفع بان التسجيل ما تمش في الميعاد المحدد ليه مش هيأثر على صحة العقد، عشان ده بيعتبر من الشروط الشكلية. ازاي بقى تم انتهاك العقد؟ طبقا للمادة 18 من لوائح الفيفا، ما ينفعش يتسجل لاعب كرة القدم في كذا نادي في نفس الوقت ولنفس المدة. وبالتالي شافت المحكمة ان كهربا انهى ضمنيا عقد العمل بينه وبين الزمالك بتوقيعه العقد بينه وبين افيس في 2019. مين هيدفع التعويض؟ وفقا للمادة 17 من لوائح الفيفا، لو في لاعب مسؤول عن دفع تعويض، بيكون اللاعب والنادي الجديد بتاعه مسؤولين بالتضامن عن دفع التعويض، يعني jointly and severally liable for its payment. وبناء على النص السابق فإن نادي أفيس وكهربا مسؤولين مسؤولية تضامنية عن دفع التعويض. طيب ليه النادي الأهلي مش مسؤول معاهم مسؤولية تضامنية؟ عشان بموجب المادة 17 النادي الجديد اللي انضم ليه اللاعب هو نادي أفيس، والمادة لم تذكر أي شيء فيما يتعلق بتعدد النوادي. وبناء على كل ده المحكمة أصدرت حكمها بالتعويض. ازاي بقى الحكم ده هيتنفذ؟ المفروض ان حكم التحكيم بينفذ طوعية من قبل الاطراف. طيب لو ما تنفذش والتعويض ما اتدفعش، هتتدخل الفيفا ديسيبلينري كوميتي، وطبقا للمادة 15 من اجراءات الفيفا التأديبية اصدار 2019 بيتم تغريم الطرف الخاطئ للاجراءات، وبيمنح مهلة نهائية قدرها 30 يوم لدفع المبلغ المستحق. ولازم نخلي بالنا ان الاجراءات التأديبية دي مش بتبدأ الا بناء على طلب الدائن اللي هو في الحالة دي الزمالك، ولو تجاهل الشخص الخاطئ لجزاءات المهلة النهائية الفيفا هتفرض عقوبات وجزاءات اخرى عليه، زي ان هو يتمنع من المشاركة في اي اعمال متعلقة بكرة القدم. والطريقة الثانية لتنفيذ الحكم بالتعويض هي الاستعانة باتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية ل 1958. أنا آية غازي، دي سيريز قانون 101. استنوا الفيديوهات الجاية عن قوانين وقضايا محلية وأجنبية.